الروسي ومتوجسة من أي خطوة إيجابية تفعلها روسيا اتجاه الصحراء المغربية لتعزيز العلاقات مع المغرب. وبالفعل روسيا اتخذت خطوة تاريخية. روسيا تنشر خريطة المغرب كاملة بصحرائه. روسيا توجه ضرب تعتمد خريطة المغرب كاملة في رسالة قوية لقصر المرادية. لا شك أنها ستدفع حكام الجزائر للاحتجاج. اعتمدت وزارة الخارجية الروسية بشكل رسمي خريطة المغرب بصحرائه كاملة مع وضع الخط الذي يمثل الجدار الدفاعي المغربي العازل، ليس حدود دولية. ويشار إلى أن اعتماد الخريطة كاملة من السلطات الروسية يعد ضربة غير مسبوقة للنظام الجزائري الذي يعد أكبر الحلفاء لموسكو. للإشارة تم نشر الخريطة كاملة كما نرى الآن من وزارة الخارجية الروسية في إطار هجوم موسكو على البنتاغون الأمريكي، وكون الأخير يهدف إلى صنع عناصر لسلاح بيولوجي في الحرب الروسية الأوكرانية. وتعقيبا على نشر الخريطة المغربية كاملة، قال الناشط السياسي الجزائري وليد الكبير: وزارة الخارجية الروسية تعتمد بشكل رسمي خريطة المغرب الكاملة بصحرائه. وأضاف الإعلامي الجزائري قائلا: هي رسالة دعم قوية من روسيا للمغرب ولعدالة قضيته. وختم متهكما على النظام الجزائري قائلا: شحال وعره. وللإشارة سيرغي لافروف يبدأ جولة دبلوماسية إلى القارة الأفريقية في الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تعزيز التعاون البيني. يرتقب أن تشمل المملكة المغربية حسب مصادر إعلامية دولية. ما نتكلم عنه الآن يعتبر ضربة قوية وصفعة غير مسبوقة للجزائر، خاصة مع زيارة تبون لموسكو. فها نحن نرى روسيا تستقبل تبون بخريطة المغرب. يبقى السؤال الآن: ماذا يفعل تبون بروسيا؟ على ما يبدو بعد فشل زيارة شنقريحة لفرنسا، هذه الزيارة التي كانت جعجعة بلا طحين، تبون اليوم يتجه إلى موسكو. الجزائر تتجه شرقا. تبون يزور روسيا ويوقع وثيقة للتعاون السياسي والاقتصادي والتقني والعسكري. أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الجزائري سوف يكون بموسكو اليوم في زيارة كانت مقررة قبل نهاية العام الماضي، وهي الزيارة التي تكتنفها حساسية خاصة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المصادر إن تبون سيصل اليوم على رأس وفد وزاري رفيع وسيلتقي نظيره الروسي بوتين. ما هو سبب الزيارة؟ سوف يوقع تبون على وثيقة تعاون استراتيجي مع روسيا بحسب ما نقله موقع العربي الجديد. ووفقا للموقع ينتظر أن تضع الوثيقة محددات جديدة تؤطر العلاقات الجزائرية الروسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعاون في مجال الطاقة ونقل التكنولوجيا، تتويجا للعلاقات النوعية بين البلدين خاصة بالمجال العسكري. للإشارة الجزائر توجهت إلى روسيا لتطلب الاعتاد العسكري، أولا بعد أن كانت بفرنسا، وثانيا بالرغم من تحذيرات أمريكا، أي أن هذا الباب الذي سوف تريد فتحه الجزائر مع موسكو سوف يؤدي إلى عقوبات غير مساطلة على الجزائر من أمريكا. ومن هنا نعلم أن فرنسا جعلت الجزائر تقع بورطة غير مسبوقة بعد أن رفضت بيعها الأسلحة على ما يبدو، وذهبت الجزائر لتطلبها من روسيا. ومن هنا نتأكد أن الكونغرس الأمريكي يفصله بضعة أيام على فرض عقوبات قاسية على الجزائر، خاصة بعد ما نرى الآن الجزائر تذهب لروسيا لطلب الأسلحة. فعلى ما يبدو الصفعات تتهاطل على الجزائر من جميع الجهات. أولا فرنسا التي لم تقدم أي شيء للجزائر، ثانيا موسكو التي استقبلت تبون بخريطة المملكة المغربية كاملة بصحرائه، ثالثا أمريكا التي سوف